الأخلاق والاقتصاد والحياة، وأن سياسة واضحة جنبوا الصراع المادي والفكري في العالم، وأن يكون هناك تعاون من الجميع، ولكن لا يتم هذا إلا المجتمع بعض البعض. أيها المواطنون، لا صلاح لنا إلا تألف قلوبنا واجتماع كلمتنا وتناصف بيننا. الجاهل ينصح والغافل ينبه وكل يقصد الحق ويغير الحق. يجب أن نكون يد واحدة في هذه البيئة المباركة نحميها من كيد الكائدين، فإنها مستهدفة من كل استهداف لما فيها من الخير العظيم والفضل الكبير. يجب أن نكون يدا واحدة إن شاء الله، جميعا يدا واحدة صفا واحدا وراء قيادتنا التي نرجو الله أن تكون قيادة مباركة حكيمة. وفق الله للجميع من يحبه ويرضاه، وأن معكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبارك على كتاب الله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. وبصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم مدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية. وبصفتي أمير المؤمنين بيعتك لمن؟ بيعة حجاج العجمي لمن؟ أنت البيعة الشرعية في رقبتك لمن؟ لا بيع لي، لا بيع في عنقي لأحد. أمير الكويت ولا أمير الكويت. ألا تسمع وتطيع للإمام في لفظ قال للأمير الأعظم، جاء في بعض ألفاظ الحديث، فالأمة ملزمة ببيعة البيعة الكبرى العظمى في عنقها لخليفة المسلمين. إنما من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والمعنى العكوف عن مبايعة الإمام الذي اجتمع المسلمون كلهم عليه وقالوا هذا إمام. أما إذا افترقت الأئمة، إمام في دولة وإمام في دولة إمام في دولة أخرى، فلست بمجبر على المبايعة. إذا افترقت الأئمة، إمام في دولة وإمام في دولة إمام في دولة أخرى، فلست بمجبر على المبايعة آنذاك. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مشيرا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب مخاطبا الصحابة: هذا وليكم من بعدي، فإن أطعتموه رشدتم.